أهلا أعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار تقيل جدا. تأليف جديد من عيار تقيل جدا يا أعزائي المتابعين، والأغنية حزينة اللي هي نيران الفراق. الأغنية حزينة دي احنا عملنا منها جزء أول، وجه الوقت إن احنا نعلن عن تأليف الجزء التاني. الجزء التاني من أغنية حزينة نيران الفراق يختلف جدا جدا بشتى الأشكال عن الجزء الأول، فالجزء التاني يعتبر أشد وأقوى وأحسن كمان. ليه بقى يا أعزائي المتابعين؟ لأن أنا كتبت كلمات مؤثرة أكتر من الكلمات اللي كانت موجودة في الجزء الأول. يعني الجزء الأول لو جيتوا راجعتوا على الكلمات هتلاقوا إنها مش قوية أوي، لكن الجزء التاني بقى كتبت فيه كلمات أغاني حزينة مؤثرة جدا. يعني الجزء التاني ده حاجة مختلفة جدا جدا. قبل أي حاجة يا أعزائي المتابعين، ياريت متنساش تحط لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان نوصل ل1,000,000 مشترك. وطبعا يا أعزائي المتابعين، احنا متنسوش شعارنا إن احنا لدينا هدف نبيل، وهو دخول مجال الفن والتمثيل. فيا أعزائي المتابعين، ياريت تدعمونا وياريت تبقوا مقدرين الهدف اللي احنا بنتعب عشانه وعاملين قناة اليوتيوب دي عشانه، وحرفيا طالع عينينا عشان الهدف ده. احنا مش بنتعب بس، احنا بنجاهد، احنا بنعافر جامد جدا قصاد كل الظروف اللي بتحاربنا وقصاد كل المحن الصعبة. احنا لسه مستمرين. لو حد غيرنا كان زمانه اعلن استسلامه. يعني لو حد غيري في في الموضوع ده بيواجه الظروف اللي احنا بنواجهها دي، اكيد كان زمانه استسلم، كان زمانه اعلن استسلامه من زمان. انما احنا لسه عندنا امل ان الحلم يتحقق، وان المستحيل بكره ما يبقاش مستحيل، وان بكره اللي جاي احلى يا اعزائي المتابعين، واللي جاي اجمل. اللي جاي هو الهدف اللي احنا عايزين نحققه باذن الله. باذن الله مفيش حاجه اسمها مستحيل. مع الاجتهاد المستحيل يجي ويبقى جميل. مع الاجتهاد احنا هنوصل باذن الله. طبعا يا اعزائي المتابعين، احنا قررنا اصدار اغاني حزينه في شهر مايو، وده المقرر إصداره في شهر مايو من الأغاني الحزينة، وهو أغنية ما كانش هينفع، وأغنية حبك ما كانش حب، وأغنية حزينة كبر الأمل مكسور، وأغنية حزينة إيه أخبارك طمنيني. كل الأغاني الحزينة دي هيتم بإذن الله إصدارها في شهر مايو. في منها اللي لسه ما تمش تأليفه على فكرة، احنا يعتبر كتبنا وألفنا بس، اللي هي نيران الفراق الجزء التاني، وهيتم إصدارها النهاردة. اليوم مقرر إصدارها 7 مايو أو 8 مايو 2025. وطبعا الأغاني الحزينة التانية المفروض إن احنا هنبدأ إصدارها قبل يوم 14 مايو علشان امتحانات الكلية. فإحنا عايزين نصدر الأغاني الحزينة دي قبل يوم 14 مايو علشان امتحانات الكلية احتمال إنها تعطلنا وتوقف حالنا. فيا أعزائي المتابعين، ياريت تقدروا تعبنا ومجهوداتنا، ويعني حاولوا دايما تدعموا القناة. وعلى فكرة احنا نزلنا أغنية حزينة اللي هي اتعلمت، وجابت مشاهدات قليلة جدا. فياريت يعني تهتموا بالمشاهدات الفترة دي وتدعمونا، لأن الفترة الجاية هي فترة عصيبة جدا. أشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.